طبقنا النهاردة سريع ومنقذ وطعمه خرافي. تقولي طاجن مكرونة، تقولي مبكبكة، سهل وبسيط وبيتحضر في 10 دقايق. هتحضريه وهيكفي العيلة كلها وهيعجب الولاد جدا، والأهم إن هتخشي المطبخ في ثواني هتكوني مخلصاه. دي قناتي وصفات أم جودي. لو أول مرة بتشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتدوسوا على الأهم عشان خاطر يصلكم على الكل، عشان يصلكم كل جديد. ولو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا. اول حاجة هنجيب حلة فيها مية نحطها على النار، واول ما المية تغلي هنزل معايا بمعلقة كبيرة ملح ونص كيلو مكرونة. انا النهاردة مستعملة مكرونة صدف اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. لو متوفرة عندك تمام، مش متوفرة عندك حطي اي نوع مكرونة انتي حباه، اقلام، مقصوصة، اي حاجة، سباكيتي اللي انتي تحبيه حطيه. هنحط المكرونة تغلي معايا وهنسويها بنسبة 90%. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. اما المكرونة بقى تخلص معايا هنصفيها وهنركنها على جنب. هنيجي بقى نحضر معايا الخطوة اللي بعد كده. انا النهاردة لقيت عندي في التلاجة ربع كيلو لحمة مفرومة. وبصراحة اليوم النهاردة عندي كان مضغوط جامد لاني نزلت السوق وطلعت حضرت حاجات وفرست خضار. فاليوم كان عندي مضغوط جامد، فدايما في اليوم ده بحب ان انا ادور على اكله تكون سهله وسريعه وفي نفس الوقت تعجب الولاد جدا. فما لقيتش اسهل من الوصفه دي. جبت ووك نزلت فيه ب3 معالق كبار زيت ومعلقه كبيره سمنه، وبعد كده قمت نازله معايا بربع كيلو لحمه مفرومه. هبتدي بقى ان انا اعصج اللحمه المفرومه معايا، وهندردش بقى مع بعض النهارده السوق كان عامل ايه، لغايه ما بكره ان شاء الله او بعده انزل لكم بقى الحلقه بتاعه السوق والتفريزات الخضار والاسعار التحفه اللي كانت النهارده في السوق. هنبتدي بقى ان احنا نفرط اللحمه من بعضها بحيث ان هي تبقى حبيبات كده، علشان خاطر ما تبقاش قطع يعني كبيره. هنفرطها من بعضها. وبعد كده هقوم نازله معايا بمعلقه صغيره ملح وفلفل اسود والسبع بهارات. بس كده، هما دول البهارات اللي هنستعملها النهارده في الوصفه. وممكن عشان تطعميها اكتر ممكن تحطي نص معلقه صغيره من الكمون، هتديها طعم خرافه. النهارده نزلت السوق، قلت بقى انزل ابص كده على السوق، اشوف ايه الاسعار وايه اخبار الخضار. طبعا احلى وقت تفرزي فيه الخضار هو في شهر 1 وشهر 2. فالنهارده بقى انا نزلت قلت اشوف كده اخبار الاسعار ايه. بصراحة الأسعار كانت جميلة قوي. وجبت شوية خضار كده فرستهم. وإن شاء الله بكرة أو بعده هنزل لكم الحلقة بتاعة تفريزات الخضار. حاجة كده ما شاء الله وجميلة، والخضار يفتح النفس وأسعار تحفة. نزلت معايا هنا. نرجع لوصفتنا بقى. نزلت بمعلقة صغيرة توم مفروم. وبعدين هقوم نازلة معايا ببصلاية ضربتها في الكبة، فرم وسط، لا هو خشن قوي ولا هو ناعم قوي. فرمتها فرم وسط، وممكن تخرطيها على ايدك لو انت ما عندكيش كبة، عادي خالص. هي بصلاية واحدة كانت كفاية. ربع كيلو اللحمة المفرومة عملنا طبق غذائي متكامل في كل العناصر الغذائية، يكفي أسرة من 4 أو 5 أفراد. حاجة كده ما شاء الله جميلة وتغيير في الأكل، وحاجة كده حلوة قوي. بدل ما نعمل في أكتر من في نستخدم مواعين كتير، لا عملناها النهاردة كلها في معون واحد، واختصرنا الوقت علينا واختصرنا المجهود. نزلت معايا بعد ما البصلة دبلت كده معايا ولونها اتغير، قمت نازلة معايا بواحدة فلفل أحمر رومي وواحدة فلفل اخضر رومي، ولو عندك فلفل اصفر حطي. هنشوح الكلام الجميل ده كله مع بعض، واقوم نازله بمعلقتين صلصه. طبعا الصلصه اللي انتوا شايفينها دي احنا عاملينها مع بعض ومجهزينها عشان خاطر رمضان. هسيب لكم الفيديو بتاع معجون صلصه الطماطم و... 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 والطماطم العصير بتاعه الطبيخ، هسيبهم لكم في علامه الاي فوق وفي شاشه النهايه عشان تشوفي ازاي فرزنا الطماطم لرمضان ولطول السنه. وكمان عملنا معجون صلصه الطماطم. وقمت نازله معايا بكوبايه من عصير الطماطم، او ممكن ان انت تضربيها في الكبه، يعني هما قيمه طماطمتين 3 بس. بعد ما نزلت معلقتين معجون الطماطم
قمت نازله بكوبايه عصير طماطم وبس كده. وبعد كده قلبت تقلبتين وقمت مزوده نص كوبايه ميه وقلبتها. هتاخد بس غلوتين اللي هي الطماطم بس كده تتسبك معايا. وقمت نزلت كمان تاني برشه ملح عشان خاطر لقيتها محتاجة ملح. لو وصلتوا معايا لغاية هنا بقى في الوصفة، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتكتبوا لي تعليق حلو كده وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين. هنقلب تقلبتين وبس كده. خلاص هي كده اللحمة استوت معايا والطماطم اتسبكت. هقوم نازلة بقى معايا بالمكرونة. المكرونة طبعا احنا مسويينها بنسبة 90%. هتكمل بقى ال10% الباقيين مع الطماطم كده زي ما انتوا شايفين واللحمة المفرومة. قولوا لي بقى في وصفة اسهل من كده ولا احلى من كده؟ هتعجب الولاد جدا والله، طعمها جميل. اللحمة المفرومة شاربة من الصوص بتاع الطماطم، وكمان المكرونة متطعمة باللحمة وبصوص الطماطم. طعمها بجد جميل، حاجة كده ما شاء الله وتفتح النفس وتشهي. ووجبة سريعة، كفاية ان انت هتخشي المطبخ في 5 دقايق هتلاقي نفسك خلصتيها وطلعتي على طول. وكده خلاص المكرونة خلصت معايا. هنشوحها تشويحتين وبعد كده هنقدمها بقى في اطباق التقديم بتاعتنا. في اسهل من كده؟ مفيش. الاسعار في السوق النهارده كانت جميله. وكل سنه واخواتنا المسيحيين طيبين وبخير. النهارده عيدكم، يا رب يجعله عام سعيد عليكم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. عام سعيد عليكم وعلى اسركم جميعا. هنقدم بقى طبقنا الجميل. وتحطي بقى شويه خضره كده بقدونس من فوق الوش بيطعموا المكرونه قوي. تقولي بقى طاجن مكرونه بس عاملينه بقى من البوتاجاز من فوق، مسويينه من فوق البوتاجاز ما دخلناهوش الفرن. تقولي مبكبكه، حاجه كده ما شاء الله جميله. المكرونه غرقانه في الصوص وطعمها تحفه بجد، وصفه جميله قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي فيها رايكم. ولو عايزين تسالوا على اي حاجه في الوصفه اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. وانتظروني ان شاء الله بكره او بعده في حلقه تفريز الخضار عشان اقول لكم على ايه الاسعار وايه الحاجات اللي هتغلى وايه الحاجات اللي المفروض دلوقتي نلحق نخزنها علشان خاطر توفروا على نفسكم وقت ومجهود كبير. الايام دي موسم، كل سنه وانتم طيبين، وده احلى وقت تفرزوا فيه الخضار. الوصفة زي ما انتوا شايفين جميلة وبتشهي، حاجة كده ما شاء الله تفتح النفس واللهم بارك. اتمنى النهاردة الوصفة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.